ولك شنو هاي يوم بعد يوم اطلع اني احلى اشق والله العظيم من ياكم علي. السلام عليكم شباب، وياكم علي وجيتكم فيديو قنبله. راح لكم حساباتي على التواصل الاجتماعي، انستغرام، فيسبوك، تليجرام وسناب. كتبت لهم بستوري على الانستغرام يسالوني اسئله، ايش تحبون تعرفون علي؟ انا راح احكي بيه بالتفاصيل. خلنا نوصل 6000 ترى طقت روحي يا اخوان. هم 200 البقيه يجيبوها بساعه واحده، الا انا اجيبها ب10 ايام، والله حتى 10 ايام ما اجيبها. المهم خلنا نطب الفيديو قبل. علاوينا الله يسعدك، دائما تجعل ابتسامه جميله على وجوه عائلتي. كل هذا بفضل الله ثم بفضلكم انتم. لو مو انتم تسأل ما وصلت لهي المرحله، او ما جيت واقدم محتوى وراسم الابتسامه على وجوهكم. وهذا الشيء اللي اسعى له واللي اوصل له دائما، كله من فضل رب العالمين اللي رزقني حبكم. لو مو انتو انا ما رسمت الابتسامه على وجوهكم. انتو اللي وصلتوني لهي المرحله، وانتو اللي غيرتوني وغيرتوا هوايه اشياء من حياتي. اكثر الاشياء تطمح الوصول الها، هوايه طموحات ببالي وهوايه اهداف ببالي اريد اوصل لها واريد احققها باقرب وقت. لانه بهاي الدنيا ماكو شيء سهل يعني تاخذه بالمروه. تتعب، تنجح، تخسر، تنجح، تخسر بحدود ال5 مرات الى انه تنجح وتوصل للرقم اللي تريده. ليش اختفيت اكثر من شهر؟ شنو كنت ناوي تسوي؟ قطعت عن القناة اكثر من شهر لغرض تطوير المحتوى وتطوير القناة. راح اخليكم فيديوين قبل وبعد للغرفة. بعد الغراض كلها ما وصلتني، راح اخلي لكم مفاجأة وراح تشوفوها شلون راح تصير. للعلم انا شخص طموح واحب الترتيب. شو بدي اشوفك واصل 10,000 مشترك. والله يا عزيزي المشاهد هذا من فضل ربي اذا وصلت 10,000 مشترك، وثم بفضلكم انتم، لانه انتم اللي توصلوني. صراحة اخوان انتم اذا تسوون مشاركات حبشكلات منا تدزون الرابط لاصدقائكم لعمامكم لاخواتكم وهيجي، والله احنا راح نوصل للفضاء. مو 10,000 لا، للقمر نزوره ونرجع. انا ما اكسر خاطركم اطلع الصبح للشغل، ارجع الظهر، ارجع اصور لكم مقطع. يا اخي حتى من هذا الجمال لا، راح يخرب الجمال. وصلوا راح انقهر. انا اذا بقيت هيك بجوز طقني جلطه. نسبة حبك للحياة، ماكو شخص ما يحب الدنيا، بس اللي ما عنده اهداف وطموحات. كشخصية نفسي تحب الطموحات وتحب الاهداف، مو اهداف كرة القدم. مثلا تصير مليونير، او تصير رجل اعمال، او تصير رجل ثري. ما تصير اللي كل شخص عنده طموحات. هذا راح تلقاه يحب الحياة ويجاهد على مود يوصل لاهدافه وطموحاته. واللي ما عنده طموحات هذا راح تلقاه سايق مخدة 24 ساعة تليفونه باذنه يخابر بالحب مالته، كل ساعة داخل بجروب، كل ساعة صاعد ويا بنيه. هاي تلقاه اختهن. ليش لحد الان ما برزت شخصيتك الحقيقية؟ طبعا كلكم تعرفون انه اني شخصيتي متخفية، حتى اسمي الحقيقي مو علاوي. ولا احد من اصدقائي بالتواصل الاجتماعي يعرف اسمي، بس المقربين ذاك من ذاك يعرف اسمي فلان. اما كشخصية، الشخصية اللي شخصيتين مو وحدة، شخصية بالتواصل الاجتماعي وشخصية بالحقيقة، اثنيناتن يختلفن. واحبكم هواي. انت ليش متكبر؟ انا متكبر؟ لا 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 لا، هاي الاتهامات انا ما اقبلها. لا والله تراني انا رجال متواضع، رجال احب الحياة، رجال احبكم. وسبب حبي لكم انه كل يومين ننزل فيديو. ليش تكذب؟ لا كل يومين ننزل فيديو. اليوم الثالث لا والله صراحة اليوم الثالث يوم الرابع ينزل لكم فيديو، ما اتاخر، بس اذا كانت عندي شغله او اشبع نوم. طيب نفسك بكلمه. المثال العالي. شنو استفاديت من الشهرة خلال مسيرتك؟ الشهرة غيرتني وعلمتني لهواية امور كنت اني ما اعرفها، وغيرت شخصيتي، وهواية امور كنت اني اسويها بس ما تعجبني، بس حاليا لا اسويها بس هي تعجبني. عرفتني عليكم وخلتني احب نفسي مثل ما احبكم. طبعا خلتني اطمح للكثير، يعني احب اوصل ارقام انه انا ما واصلها، واكيد انت ما واصلها. مثلا 6000، مثلا انا هسه بال5800، يعني بعد 200 اوصل 6000، يعني ورا 6000 اطمح لل7000، وكذلك تستمر المسيرة. والله ترى شيء جميل. وبهاي اللحظة تحس انه اكو ناس تحبك غير اهلك. من تدخل للتعليقات وتشوف التعليقات كلها ايجابية، تبارك الرحمن، حياة سعيدة والله العظيم، حياة مليئة بالافراح والامان والسرور وراحة القلب.
هو تعرفون انا كلش احبكم وما راح اطول عليكم بالفيديو، بس خل ترجع لي الحاسبه وراح انزل لكم فيديوهات ونرجع للبثوث ونرجع للحركات حفشكلات، حياه لطيفه وحياه سعيده. ولا تنسون اللايك والاشتراك وشانياكم الاسطوره بيكاردو.